السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جبنا فراخ صغيرة جايبينها حوالي دينها 20 يوم كده. اهو شايفين حاطه لهم رز اهو بياكلوا. كله صلى على النبي. اهو شايفين يا حبايبي، ده الفيومي، ده الفيومي. تمام، دول 33 واحد. كله صلى على النبي، يقولوا الله اكبر. اهو يا حبايبي، من اول ما جبتهم حطيتهم في قفص اسبوع كده، وبعد كده رحت حطيتهم في الايه، في ال في العشه. اهو شايفين، وحطيت لهم كمان. في الاول يا جماعه كانوا بياكلوا علف ناعم وكده، دلوقتي بقيت برضه بجيب لهم علف ناعم، بس مش بياكلوا علف ناعم، مش بياكلوا علف كتير. يعني دلوقتي بقيت اي رز بياكلوه، الرز بياكلوه، مكرونه بياكلوها اللي بتفيض. اهو شايفين يا حبايبي، بص الفيوم احلى من البلد يا جماعه. الفيوم بيكبر بسرعه ويبيض بسرعه. اهو يا حبايبي، يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت عشان يوصلكم مني كل جديد. بجيب لهم العلف النضيفه ب 30 جنيه، بره بيتباع ب 20 جنيه، بس مش حلو. انا بجيبها ب 30 جنيه والله يا جماعه نضيف. اهو شايفين يا جماعه، اهو شايفين بياكلوا ازاي. ان انا حاطه لهم في العلبه البيضه دي، حاطه لهم فيها رز. الفراخ الكبيره يا جماعه بتكاكي، والعيش كمان هدقها لهم وبياكلوه برضه. الفراخ البيضه بقى يا جماعه ما تاكلش ولا بتاكل الرز ولا بتاكل الكلام ده كله، لازم علف صافي صافي عشان يكبروا. يطلع على كل فيديو جديد تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت عشان يوصلكم فيديو كل جديد. يلا باي.